السلام عليكم، معاكم أحمد قطب وحلقة جديدة من بورصة مع قطب. مراجعة سريعة على البورصة المصرية وعلى أهم ثلاث أسهم في النهاردة الأفراد كانوا مختوم بيهم. لو حضرتك مستثمر في البورصة المصرية أو عايز تستثمر، تابع معانا الفيديو هيكون مفيد ليك جدا إن شاء الله. النهاردة اي جي اكس 30 هبط لحد مستوى 30800 وارتد التاني. لو اتفرجت على حلقة امبارح هتلاقيني إن أنا قلت لك إن هو عنده مستهدف هبوطي عند الأرقام دي عشان يغطي فجوة حصلت يوم الخميس اللي فات. السوق على فريم نص ساعة عمل شكل هبوطي، دبل توب أو قمة مزدوجة. وإن شاء الله إحنا كده حققنا الهدف، ولا قدر الله إذا حصل أي هبوط بكرة التريحة بس هتبقى حوالي 100 لحد 30750 بالكتير، والسوق يلاقي مشتري ويرتدي تاني. إحنا عموما في مسار صاعد. اي جي اكس 70 النهارده كان أفضل، ماسك نفسه رغم إن حصل صعود في أول جلسة وبعد كده هبوط. ان هو في الغالب افضل. شهر 10 ما ينساش هو شهر صعود اسهم اي جي اكس 70 ان شاء الله. نبص بسرعه على الاسهم اللي معانا. نهر الخير طبعا نازل من مستوى 2 جنيه. لك تخيل، شهر 6 2024 يعني 6 شهور، حوالي 5 شهور او 4 شهور لمستوى 50 قرش، يعني 25% دلوقتي من قيمته. طيب، نهر الخير دلوقتي كشراء كويس جدا، وفي خساره قريب 53 قرش. هو قافل على 55، على 5 اغلاق عند 55 قرش و4 مليم. رحت دلوقتي اشتريت 2 قرشين بس، واقف خساره. بس نصيحتي فيه تشتري وتحتفظ بيه، تبتدي تعلي وقف الخساره كل شويه عشان تحافظ على المكسب. احنا بنتكلم في ارقام عاليه جدا، يعني بنتكلم في هدف اول انا شايف ممكن يوصل لحد جنيه في فتره قليله، يمكن شهرين ثلاثه. يعني بنتكلم في 100% مكسب ان شاء الله مع الالتزام بقى في الخساره. تعليم خدمه الاداره، تعليم دي شركه كبيره اللي مهتم بيها صناديق ومستثمرين عارفين اصولها وعارفين قيمه السهم، وعارفين ان في اخبار جوهريه على السهم في الغالب. اشتروا بكميات كبيره جدا وطلعوا النهارده السهم حوالي 18%. السهم دلوقتي عدى قمه تاريخيه، ودلوقتي وصل قفل 10 جنيه و60 قرش. ممكن نشوفه قريب 12 و13 جنيه عادي جدا. دلوقتي الشراء فيه في مخاطره ان وفر الخساره بعيد، عشان بس عايز اوضح. وفر الخساره فنيا بنتكلم في 8 جنيه، يعني 50% من ثمن دلوقتي، فكتير جدا طبعا. من 10 و كده سوري 20% و30% خساره، فطبعا كتير جدا. فاللي عايز يشتري يحط بقى هو في خساره قريب مثلا عند ايه؟ عند 10 جنيه. طول ما فوق ال 10 جنيه يحتفظ، تحت ال 10 جنيه يعني نص جنيه واقف خساره. المبلغ بس مش كبير. اخر حاجه المصريين الاستثمار. المصريين الاستثمار طبعا نازل من بقاله سنتين تقريبا، بينزل من 60 قرش، تمام، وصلنا 20 قرش. يعني دلوقتي هو 30% من ثمنه. شافنا النهارده ابتدى في بدايه صعود كويسه جدا. مصريين الاستثمار دلوقتي اشتراك ليه مفيش مغامره، ان هو في خسارته قريبه عند 19 قرش، وهو دلوقتي قافل 20 قرش، يعني قرشين في السهم. يعني ممكن تشتريه وترميه للزمن، مفيش اي مشكله، بس بتراقب كل يوم وتلتزم بقى في الخساره. عموما السوق صاعد ان شاء الله، ومفيش اي قلق يا جماعه، عايزكم تطمنوا. وان شاء الله احنا هنحقق اهداف كبيره في شهر اكتوبر ونوفمبر القادم وديسمبر ان شاء الله. كان معاكم احمد قطب، محلل فني في البورصه المصريه وعضو الجمعيه المصريه للمحللين الفنيين. ما تنسوش تصلوا على النبي وتعمل لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه، وتتابعنا كل جديد. السلام عليكم.